لو حضرتك فوق 35 سنة وتفكري في الحمل فالفيديو ده لحضرتك. خلينا نقول ان ما بعد ال 35 سنة تكون فرص الحمل اقل شوية مما قبل ال 35 سنة. عشان كده لما بيجي لي زوجين متزوجين حديثا والزوجة سنها 35 سنة، كمية الاوفرز اللي بعرضها عليها ما بتبقاش كتيرة، ومبيبقاش عندي الفاسيليتي الكبيرة اللي احنا كنا بنعرض بيها من 5 سنين مثلا. بمعنى ايه؟ يعني انا لو حدي غيرها فرصة سنتين عشان يحدث حمل طبيعي، انا هديها هي سنه واحده بس. لو حدي غيرها فرصه 6 شهور تنشيط تبويض، انا هديها هي 4 شهور بس. لو هتاخر شويه في قرار الحقن المجهري في واحده عندها 25 سنه 27 سنه، لا، انا بعد ال 35 سنه غالبا هاخد قرارات سريعه. لو انا باجل وسائل مساعده الانجاب وبعض الفحوصات الهامه اللي المفروض ان احنا ندور عليها، لا، انا هكون سريع جدا وحاسم في هذه الحالات عشان اخرج بسرعه المشكله اللي موجوده واللي ممكن تمنع الحمل. عشان كده لو حضرتك تزوجتي فوق ال 35 سنة وبتفكري في الإنجاب، فرقم 1 ما تأخريش الحمل، ما تستخدميش موانع حمل، دي نصيحة. رقم 2 اعملي كشف الأول، اطمني إن أنت كويسة ما عندكيش أي موانع تأخر لك الحمل بعد كده. رقم 3 لو احنا خلاص واخدين قرار الإنجاب، خليكي ستريكت مع الدكتور وما تحاوليش ان انت تطولي في خطوات كتيرة ممكن تكون فيها تضييع للوقت لحضرتك، وخليكي دايما مع قرارات الدكتور اللي ممكن تكون فيها سرعة شوية، وانت تحسي ان انت ما بتاخديش حقك او ما بتاخديش وقتك في كل خطوة من زمايلك او من حضرتك شخصيا لما كان عندك 25 او 26 سنة. الخصوبة مهمة جدا في السن ده، يبقى الفترات اللي هيحدث فيها حمل كل ما كانت قريبة من السن ده كل ما كانت أحسن.